راشد قيس سعيد ام منصف المرزوق؟ صعيب ميسالش صعيب اختار الخيار هذا وبرر اختيار. صعيب الخيار هذايا. شوف، من حيث المبدأ عندي مشكل شخصي مع أي إنسان يحب يبدأ حياته السياسية رئيس جمهورية. اللي هو قيس سعيد. أي أول بوست يحب ياخذه في حياته هو ديريكت رئيس جمهورية. يا أخي مش حتى نائب أو في فرع لوكال نتاع حتى المرزوقي أول منصب سياسي هو رئيس جمهورية. أنا قلت عندي مشكل في المطلق. في المطلق يوسف المرزوقي عنده تجربة. شكون في النهاية؟ جو بونس أودفوا. أعتقد أني ممكن نمشي أكثر في خيار قيس سعيد. رغم تمشي في اختيار قيس سعيد تفضله على منصف المرزوقي. علاش؟ كي نخمم أودفوا ما خلتنيش، قاعد نحسب أنا توا. احسب. دونك بالنسبة لي منصف مرزوقي عاش تجربة بالباهي بالخايب فيها، على عكس قيس سعيد. قيس سعيد فورماسيون نتاعو رجل قانون، فاعتقد الدور الاكبر والاهم لرئيس الجمهوريه هو الحفاظ على الدستور. اعتقد انه قيس سعيد لن يتجاوز الدستور. ثم امبران دونتي سيستيم نشوف فيه روح يا قيس سعيد، بمعنى شوف فيه روح ان الزوز جايين ضد المنظومه كامله بكل ما فيها، معملين كان فقط على شوف في روح في قيس سعيد. وإن كان عندي مشكل حقيقي. أنت خلينا نكمل الجملة هذه. لا يلزم أجوبة قصار ياسين. نكمل. أتمنى وكاو أتمنى أني نهار نحط في الصندوق للرئيس أنتخبوا شخصا عمره أقل من 50 سنة في كل الحالات.